رمضان في مصر فعلا، فاحنا بنشكر سيادتك اننا بتتواصل معانا في كل مكان. وببقى سعيد لما اقابلك انت بشكل خاص وبتحسسيني كده ان لسه الانسان فيه خير. رمضان كريم. ده انا لسه هشكر سيادتك على الايميل اللي حضرتك بعته، رد على الايميل اللي انا بعته. سيادتك انت قعدت ليا جزء كبير جدا من التفاؤل اللي انا اخدته من سيادتك في المقابله. ان شاء الله باذن الله كده هذا التفاؤل هيترجم على ارض الواقع والامور كلها تتحسن باذن الله. وانا بشكر سيادتك جدا جدا ان انت جبت لنا الحاج ده. لا هو جاي عشانكم مش عشاني، جاي عشان احنا بنشكر سيادتك جدا جدا ان الحاج مصطفى رجب ده عشرة ايه يعني، مش عايزه اقول. هو انسان جميل وحقيقي خدوم، ومش عشان هو قاعد. انا دايما بقولها كان زي ما انا قلتها للجاليات هنا، قلتها في لندن، انا عمري ما بطلب اي كيان عشان اطلب خدمة ليا ولا لحد في القنصلية، انا بطلب لطلب خدمة لمواطن اخر. فانا اتذكر ان انا كنت بأثقل الحاج مصطفى بمكالمات كتيرة جدا وطلبات كتيرة جدا، وحقيقي كان بيسعى بكل استطاعته واكتر مما يستطيع ان هو يوفي الطلبات دي عشان يساعد المصريين. فانا سعيد جدا اني شفته النهارده. بقول لحضرتك يعني انا اعرف الحاج مصطفى رجب، مش عايزه اقول لك سيادتك من كام سنه يعني، مفيش داعي. يعني عشرة فعلا. حضرتك من الشخصيات، اول شخصيات يعني اتعرفت عليه يمكن في اوروبا، يعني اداني فعلا امل ان انا احس فعلا ان المصريين ايد واحده. المصريين ايد واحده باذن الله. سيادتك رمضان بيفكر بحضرتك ايه بقى؟ رمضان ذكريات سيادتك ايه في رمضان؟ رمضان كريم، وطول ما الإنسان بعيد عن الوطن أكيد رمضان ده أكتر شهر الواحد كل مشاعره وأحاسيسه مرتبطة بالأهل والوطن. عشان كده أنا سعيد جدا إن أنا معاكم، وسعيد إن حسيت إن في وسط عيلتكم. ومفيش هو ذكريات رمضان أكتر من اللي إحنا شايفينه والأغاني الجميلة اللي سمعناها. رمضان كريم. رمضان كريم يا حاج مصطفى. ذكريات يا حاج مصطفى. بس انا فوجئت والله، لسه اثر الصدمه لسه. ما توقعتش ان انا هشوف الحاج مصطفى رجب، ما توقعتش. احنا متعودين نتقابل فين؟ في القاهره، في مصر، في دار التحرير. كل سنه وسيادتك طيب، وان شاء الله بامر الله باذن الله يعني نقول ايه، رمضان كريم. وتحيا مصر، تحيا مصر. انا عايز اقول لحضرتك ان انا بعتز بالذكريات جدا 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 وبعيش عليها. ذكريات الطفوله في رمضان، ذكريات الشباب في رمضان، الواحد بيسترجعها. ذكريات اصحابنا مع النادي في رمضان، ذكريات اصحابنا مع الجامعه في رمضان. كل الحاجات دي انا بعيش على ذكرها وبتخيل انها لسه موجوده. طبعا. فلما بنزل مصر بلاقيهم بحول الله كل واحد راح في حته، لانها محفوره في الذاكره. محفوره في الذاكره طبعا. والحاجات الجميله طبعا بتعيش في الذاكره. طبعا. الواحد لا يمكن تتمحي. الذكريات الجميله لا يمكن تتمحي. وانا بقول البني ادم اللي ملوش ذكريات يبقى معاش. لا طبعا. اللي ملوش ماضي ملوش مستقبل. ام كلثوم قالت لك ايه؟ ذكريات داعبت فكري طبعا. لست ادري ايهما اقرب مني. كل سنه وانتم طيبين. وانت بألف صحه والف سعاده يا رب. ايوه ورثت كل والله. والله انت البركه. والله